السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا اليوم حنتكلم عن قضية أحمد الزويكي. أغلبكم قد هو فاهم القضية وعارف تفاصيلها، بس إحنا الآن نتكلم عن قضية شرف، يعني عن قضية كرامة. يعني هذا يعني قضية هي للشعب اليمني كامل، ونتضامن تضامن تام جدا معه. وعنبين لكم موقف توفيق الماخذي أو موقف الشيخ علي الضويبي في هذا الفيديو نفسه، فخليكم معنا الأخير. طبعا قضية أحمد الزويكي وقضية الذي اغتصب أختها المعاقة، هذه قضية يعني لا تنتسب للرجولة ولا للقبيلة ولا للعرف ولا للشهامة، ولا هي في سالفة أي يمني إنه يسوي هذا الحاجة. فالذي فعل هذا الحاجة يعني إحنا متبرين إنه من اليمن. وطبعا أحمد هو قام دافع عن عرضه، وهذا يعني واجب إن الواحد يفعل هذا الشيء. إذا ما تفعلش هذا الشيء إيش حتفعل؟ حجة مطنن؟ لا والله، لا اقتله واقتل أبوه إذا تدخل في هذا الموضوع، لأنه هذا الحين دفاع عن عرض. أنت تدافع عن عرضك، حتى أن قتلت وأنت تدافع عن عرضك أنت شهيد، ما بالك لك يزيد يعدمه. هذا يعني أكبر غلط. إحنا نطالب من الدولة بأنها توقف موقف ثابت، وأنها ما تخليش خلاص إن إحنا خلاص عنطنش هذا القضية ولا شيء. لا والله، هذه قضية الآن صارت قضية رأي عام، فضروري من القضاء بأنه يتدخل ويحكم بما أحل الله. يعني مش يحكم هذا خلاص بدون ما يشوف القضية وتفاصيلها. يعني تخيلوا أنه يغتصب أخته ويزيد يخرج بعد فترة، يعني 6 شهور كذا جلدوه. طيب ما اختلفناش، ويزيد يخرج بعدين إيش؟ يزيد يوصل الله عندهم يكلمهم كلام بذي وذيه، كان باقي شهر العسل، كان باقي. إيش هذا إيش موقفك؟ إيش موقفك؟ كيف كان وجهك لو ما طلعت بهذا الأشياء وفعلت هذا الأشياء؟ بنت معاقة، يعني نقول مثلا خدر ولا شيء، لا صار فوق واحدة معاقة، واستغفر الله العظيم. بس طبعا أما عن موقف الممثل توفيق الماخذي، بأنه نزلت له صور وانتشرت له مثلا بأنه تصور مع ابن المغتصب. طبعا هو قد طلع ووضح في فيديو. طبعا احنا شاركنا في انا اشارك اتضامن وأندد بالحكم مهما كان لقضيته. هذا اول شيء. ثاني شيء، الصورة التي نشروها صورتي وتضامني. انا الصورة احنا شاركنا في العزاء، في عزاء الاخ عبد الله الاشول، شاركنا في العزاء وتصور ابنه جنبي، وشاركنا في العزاء. والقضية قضية قتل، لا ندري ما هي القضية، أو أن القضية قضية اغتصاب أو قضية شيء. أما من ناحية أنه إحنا راضين بالاغتصاب، راضين بأي شيء، راضين بأي شيء، هذه قضيتي أنا وهي أختي، قبل أن تكون أخت أحمد الزويكي أو أخت أي، يعني أختنا جميعا. ما حد يرضى لأخته أو لأي شرف أي يمنية أن تداس مهما كان. فأنا هذا للتوضيح لديكم. شفت يعني في الفيديو بأنه يعني وضح لكم بأنه صار عزاء بس ما هوش عارف ايش قضية قتل قالوا له. ما هوش عارف انه اغتصاب ما اغتصاب. وهو طبعا اثبت لكم في الفيديو اللي نشره بأنه متضامن مع أحمد الزويكي أكيد، لأنه أي يمني حر والله لو تبصر يعني الغيرة في الشعب اليمني لا تجنن. طبعا أي واحد ما رضيش هذا الشيء، والله لو هو عدوك ووقع في هذا الشيء ما نرضيه له. فموقفه كان موقف يعني صريح. الآن صرح في الفيديو حقه بأنه واقف مع أحمد الزويكي، وكل يمني كلهم يوقفوا مع أحمد الزويكي. فما أنت يا أحمد الزويكي لحالك ولا. طبعا هذا إن شاء الله بإذن الله بأنه بيتم الإفراج عنك يا أحمد وتخرج بعون الله. أما عن موقف الشيخ علي الضويبي حفظه الله، طبعا موقفه موقف قوي جدا، فقد تدخل في القضية، وإن شاء الله تم إيقاف حكم الإعدام، والآن تكفل بالقضية إن شاء الله وبيتم معالجتها. وهو بقية المشايخ
الذي وقفوا معه، والنعم بهم، يعني قاموا بعمل ودور كبير جدا. إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله لابد ما يتم القضاء بما أمر الله يعني، وما نرضيش الظلم لأحد، وبالذات في مثل هذه القضايا الحساسة. صحيح أنه أنا قد أكون متأخر في الفيديو الذي نشرته، بالرغم من أنه كلما سويت بث يدخلوا يكلموني عن أحمد الزويكي، ضروري أنك تدخل تضامن مع قضيته. طبعا إحنا متضامنين، أكيد متضامن، أولا متضامنين، بس إنه صح أن الواحد يحصل له انشغالات وكذا كذا. والله أني كلما أفكر إني أصور فيديو عن أحمد وقضيته ونتضامن معه، وكلنا إحنا المتابعين وكل الناس متضامنين معه، فكلما أفكر يحصل لي عمل ولا شيء. والمعذرة يعني لأني نشرت الفيديو متأخر صراحة، يحصل للواحد انشغالات، بس نحن نعلن تضامننا الصراحة، التضامن التام. والله يا رجال لو ما بقي رجال منا في الوجود صراحة في مثل هذا القضايا، هذا قضايا شرف، قضايا كرامة، يعني قضية الشعب اليمني كامل، مش قضية أحمد بس. هذا دافع عن عرض الشعب اليمني كامل صراحة. موقفه موقف رجولي، يعني والله أنه قام بموقف بطولي. صح أنه كان عمره في البداية صغير لما حدث الحادثة، وأنه بعد سنين لما كبر يعني، وكان قبل فترة يعني أول ما قعدت الحادثة قبل تقريبا 4 سنوات، وعاد كان عمره صغير يعني. الآن وصل 15، وصل هذا استفزه مرة ثانية وهو كان مسلح، فقالوا ضرب الأرض ورجعت له بطنه، جلس يومين في المستشفى وتوفى، والحمد لله أنه توفى. وإن شاء الله بإذن الله ما عذر ما يخرج أحمد الزويكي، وموقفه البطولي هذا لن ينساه اليمن ولا التاريخ، ويسجل إن شاء الله في التاريخ بأنه رجال نشمي كفو، يعني دافع عن عرضه وشرفه. وهذا الواجب الذي ضروري إن كل واحد يدافع عن شرفه وعرضه، لأنه إذا ما دافعتش عن شرفك وعرضك يعني الدنيا تكون سايبة. إذا مثلا حكموا بالإعدام وتم الإعدام خلاص الدنيا خربت. أبشركم أن اليمن خربت إذا تم إعدامه، وإن شاء الله ما أعدم، والله لو ما بقي أحد مننا أنا موجود. فما نشتيش نطيل عليكم، بالصراحة الكل يعني كل المشاعر وكل الشعب كامل تضامن مع القضية، وهذا ضروري إنه يحصل، والنعم بهم الصراحة. الشعب هذا يشتد به الضغط، تضامنوا مع القضية لأن هي قضية عرض وشرف وكرامة فأكيد والله لو تسأل الطفل الصغير الذي عاد عمره 4-5 سنين عايش يجيب راسه، وعيد ضامن معه، الطارف عيد ضامن معه، لأن غيرة الشعب اليمني معروفة يعني، وعندنا الحشمة ما زالت، وهذه الحاجة يعني مش موجودة عندنا لا في شرع ولا في قبيلة ولا في، صح في بعض الدول قد بدأوا كذا وكذا، بس احنا ما زلنا محافظين، وعنستمر إن شاء الله محافظين حتى قيام الساعة. وسلامتكم يا رجال، والمعذرة على التطويل، في أمان الله.